من هو إبراهيم دياز؟ تخيل أن تمتلك موهبة استثنائية وأن تغلق في وجهك الأبواب مبكرا، ثم بعد سنوات تعود من الباب الكبير لاعبا حاسما في أحد أعظم أندية العالم. إبراهيم دياز كان لإبراهيم رأي آخر، وتتخذ قرارا يغير مسار حياتك وهويتك الكروية إلى الأبد. هذه ليست قصة لاعب عادي، بل قصة إبراهيم دياز. ولد إبراهيم دياز في 3 من أغسطس عام 1999 بمدينة مالقا الإسبانية، وسط عائلة بسيطة تعشق كرة القدم. منذ طفولته كان مختلفا عن أقرانه، يمتلك سرعة كبيرة وتحكما عاليا بالكرة، وجرأة غير مألوفة لطفل في سنه. قضى معظم طفولته يلعب كرة القدم في الشوارع والساحات القريبة من منزله، قبل أن ينضم إلى أكاديمية نادي مالقة. حيث بدأ اسمه يلفت الأنظار كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في إسبانيا. رغم موهبته الكبيرة، لم يحصل إبراهيم على الفرصة التي كان ينتظرها في ناديه الأم، وتجاهلته بعض الأندية الكبرى التي لم تجرؤ على المجازفة به. كانت تلك أول خيبة أمل حقيقية في مسيرته، أن تكون موهوبا ولا يؤمن بك أحد. في سن 16 فقط، اتخذ إبراهيم قرارا مصيريا بترك بلده والانتقال إلى إنجلترا، حيث انضم إلى مانشستر سيتي. لم تكن البداية سهلة، لغة جديدة وثقافة مختلفة وضغط كبير، لكنه صبر وتعلم. تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، تطور إبراهيم تكتيكيا بشكل كبير، وتعلم اللعب الجماعي والانضباط داخل الملعب، حتى وإن لم يحصل على دقائق لعب كثيرة. حقق مع مانشستر سيتي أول ألقابه الاحترافية، لكنه بقي بعيدا عن الأضواء، حاضرا في التتويج غائبا عن العناوين. في عام 2019 تحقق حلم الطفولة عندما أعلن ريال مدريد التعاقد مع إبراهيم دياز. ارتداء القميص الأبيض كان شرفا عظيما، لكن الواقع كان صعبا، فالمنافسة القوية قللت من فرص مشاركته، ووضعته مجددا تحت ضغط نفسي وإعلامي كبير. بحث إبراهيم عن فرصة حقيقية لإثبات ذاته، فجاءت الإعارة إلى بات إسبانيا في الفئات السنية. وقف إبراهيم أمام قرار مصيري في مسيرته الدولية: الاستمرار مع إسبانيا أم تمثيل منتخب المغرب، بلد جذوره وأصوله. وبعد تفكير عميق اختار تمثيل المنتخب المغربي. قرار لم يكن سهلا، لكنه كان صادقا، نابعا من القناعة والهوية. عاد إبراهيم دياز إلى ريال مدريد لاعبا مختلفا، أكثر نضجا وثقة، قادرا على صنع الفارق في اللحظات الحاسمة. بدأ يثبت نفسه تدريجيا، ويسجل أهدافا مهمة، ويؤكد أنه لم يعد مجرد موهبة، بل لاعب جاهز للمنافسة في أعلى مستوى. قصة إبراهيم دياز ليست مجرد قصة لاعب كرة قدم، بل حكاية صبر وإصرار وإيمان بالنفس. لم يصل بسرعة، لكنه وصل بثبات، متحديا الشكوك ومتجاوزا كل العقبات. وفي النهاية يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك حلما حقيقيا تصبر عليه حتى النهاية، أم مجرد رغبة تتلاشى عند أول اختبار؟